من أفضل المواقف اللي أثرت فيا، طبعا الإنسان فينا بيعدي بمواقف كتير بتأثر فيه، ولو ما أثرتش فيك مواقف معينة يبقى أنت راجع نفسك، في مشكلة عندك في الإحساس. دايما النفر أو الشخص مننا بيبقى عنده مواقف مفروض يستند إليها في بعض الحاجات. بتبقى ركن من أركان تفكيره عموما. آه، الموقف ده كنت أنا عند حد في البيت، فحد جه عدى نادى عليا وقال لي معلش يا ابني، تعالى والدي عنده محلول علقه له. فرحت عنده البيت وعلقت له المحلول وبتاع. فالمهم ان انا معدي، جبت له من الصيدليه كانولا وعلقت له المحلول. المهم ان انا وانا ماشي علقت المحلول وخلاص، قلت له يا حاج ربنا يشفيك. هو كان في ايه، في تعب الموت يعني. الراجل كان متقدم في السن ومتقدم في التعب كمان. فقلت له ربنا يشفيك وانا ماشي، فشخط فيا. قلت له في ايه يا حاج؟ قال لي يا عم هو انت مش زارح؟ قلت له يعني ايه بس، ده كانولا يعني انا حسبت عليها يا حاج، انت زي والدي يعني. قال لي لا، انا ما مش باخد حاجه مش بتاعتي، بالذات ان انا راجل في نهايه عمري يعني. المهم الموقف ده اثر فيا جدا، بالذات لما عرفت ان الراجل ده بعد ما توفى، قال لعياله ان هو كان اي حد ليه عنده فلوس من 30 سنه وذكر له كام، وذكر لاولاده كام اسم، ان الاسماء دي اللي كان عنده نص جنيه واللي كان عنده ربع جنيه واللي كان عنده 30 جنيه، طبعا ردوا لهم الفلوس دي بمبالغ يعني بتاعت اليومين دول او تتجاوز نفس الريت بتاع اليومين دول. فالشخصيات دي اثرت فيا جدا يعني. الشخصيات اللي هي مش باجي على الدنيا، الشخصيات اللي هي شارية الآخرة، الشخصيات اللي هي زاهدة الدنيا، مش عايزة حاجة من حد، الشخصيات اللي هي الشبعانة، الشخصيات اللي هي مش عايزة، مش عايزة تروح لربنا، ومش عايزة تروح في الآخرة وحد يتسأل بيها، يبقى حد اللي عنده حاجة. الشخصيات الزاهدة دي فعلا أثرت فيا جدا وعلمتني حاجات في حياتي، إن أنا ما أحبش الدنيا. ما انساش حظي من الدنيا، بس ما اركنش إلى الدنيا. الدنيا دي مش دار مستقر. فأنا دايما الراجل ده على فكرة بفتكره، ولما بشوف أولاده بقول لهم الله يرحم والدكم. كل ما أشوفهم كده الله يرحم والدكم، مش لحاجة على قد إن هو علمني حاجات كتير غير مقصودة إن هو يعلمها لي، لكن أنا شخصيا اتعلمتها. اتعلمت منه الحج. فسألت على الراجل ده بعد كده، اتضح ان هو راجل كان حجاني جدا، وما كانش يقبل فلوس عليه. فقلت ليه يا جماعة، انا قلت نفسي كده بتساؤل بيني وبين نفسي، ليه انا ما بقاش فيه طمع بالنسبة لي أنا على الدنيا. بس فانا حتى عملت الفيديو ده ممكن يكون صدقة للراجل ده، الله يرحمه ويسامحه، ان الراجل ده اثر فيا وعلمني كتير. يلا ان استفدتوا حاجة بالفيديو ده ممكن تعملوا لايك، ولو في اي كومنت ممكن نتكلم فيه. لو ما اشتركتش في القناة اشترك. السلام عليكم.